الخطأ الرابع هو الخوف من رأي الناس. خليك معايا انا نشرح لك. شحال من واحد كان باغي يبدل حياته، ولكن اول سؤال تضرب في عقله هو شنو غادي يقولوا عليا الناس. وهذه هي المصيبه، شنو يقولوا عليا الاخرين. هذا الخوف تيحبس بزاف ديال الناس، تيخليهم يعيشوا بانهم غير باش يرضيو المجتمع. راه ملي تتعرف هذا الخوف راه تتعرفوا مبرمج في العقل ماشي حقيقي، راه تتولي تغير في الحياه ديالك. وفي البرمجه اللغويه العصبيه كاين واحد المفهوم سميتو الميتابروغرام، يعني الطريقه اللي كيتبرمج بها العقل ديالنا باش ياخذ قرار. ببساطه الناس تيتقسموا لجوج انواع. الاول عنده مرجع داخلي كياخذ القرار بناء على احساسه الداخلي، قيمه، رؤيته الحياه، كيقول انا عارف شنو باغي وانا اللي نقرر. النوع الثاني اللي عندهم مرجع خارجي، يعني تيسولوا راسهم قبل اي خطوه شنو يقولوا عليا الناس. المرجع ديالهم هما الناس. يا الله، النوع الثاني حقيقه هو اللي تيبقى عارق، ما عارفش القرار ديالو ما كيبقاش عنده، ولكن عند الاخرين. هادشي علاش تنقول العقل كيربط هذا الخوف شي تجربه قديمه. يعني ممكن واحد ملي تيكون صغير يكون مثلا ضحكوا عليه قدام القسم مثلا هو صغير، كو صافي ولات معتقد عنده راي الاخرين. يمكن شي مره شي واحد عبر على شي فكره في الخدمه ديالو، قالوا لي اسكت راك ما فاهم والو. تما العقل تيربط بان التعبير يساوي الالم. وكل مره تتفكر تبان وتبدا العقل تيدير لك الارم باش يحميك من هذاك الالم القديم. يقول لك اتونسيون عندك، شوف الراي ديال الاخرين عاد دير هذه القضيه. وهذه القضيه هذه تنسميوها في البرمجه دائما تنسميوها بلونكراج سوسيال، يعني الارتباط الاجتماعي. لكن هذه حمايه وهميه لانها كتسجنك، كتحبسك حقيقه على الحياه اللي تستاهلها. الا بغيتي تكون حقيقه حر خاصك تفك هذا الارتباط، خاصك تصوب فكر جديد في راسك بان راي الناس هو راي فقط، والقوه الحقيقيه هي في الداخل ديالنا. الخوف مبرمج احبابي، الخوف مبرمج، لكن النتيجه الوحيده هو الحلم ديالنا تيوقف. مع في المقابل كاينين الناس بدلوا حياتهم حيت قرروا يبدلوا السؤال ديال ما يبقاوش يسولوا شنو غادي يقولوا عليا الناس. هنا تتولي راسك حر، تتولي في واحد الحريه حقيقيه. مين تتحط المرجع ديالك في الداخل، غتخافيغ تي فالور، غتولي انت القائد ديال حياتك.